هنعمل النهاردة الوردة البلدي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ممكن أي حد مبتدئ يعملها. مش هتاخد منكم أي وقت ولا مجهود ولا حتى خامات، والنتيجة هتطلع تحفة. استخدموا الفوم اللي تحبوه، يعني سايداه أو جليتر. وبعدين فتحت البرجل على 4.5 سنتي ورسمت دايرة وقصتها. ممكن تعملوها بأي مقاس أكبر أو أصغر من كده. ركزوا بقى معايا في الخطوات، سهلة جدا. أول حاجة تنيت الدايرة بتاعتي بالنص كده وضغطت عليها كويس من عند الجزء اللي بتنيها منه. بعدين هعمل فتحة بالمقص من الناحية اليمين كده، وفتحة كمان من الناحية الشمال، بس الفتحة دي مش هتوصل للآخر، يعني مش هفصلهم عن بعض. هسيب جزء زي ده كده في النص، مش هاجي جنبه. وبعدين هعمل فتحة كمان في النص كده، برضو مش هوصلها للآخر. وبرضو بالنظر كده هقسم الربع اللي على اليمين ده ل2، والربع اللي على الشمال كمان ل2. خدوا وقتكم وبالراحة علشان تقدروا تقسموها بشكل متساوي، ولو الأجزاء مش قد بعض برضو هتطلع حلوة ومفيش أي غلطات هتبان ولا حاجة. كده التقسيمة بتاعتي خلصت. كده قسمتها ل8 قطع أو 8 أجزاء. هبدأ بقى أقص الزوايا دي كده بدوران. هعمل كده في الزوايا كلها لحد ما اخلصها خالص، وبعدين هقلبها علشان تبقى على عدلتي، وهقص الزوايا دي برضو فيطلع بقى معايا شكلها كده. ودلوقتي هجيب المكوة وهبقى مسخناها كويس، وهحط الوردة بتاعتي على الناحية السادة كده، وممكن تسندوها زي كده بأي حاجة علشان ما تتلسعوش. وهتستنوا عليها كده حوالي دقيقة لحد ما تنتفخ ويبقى شكلها عامل كده. أول ما تقع من على المكوة اعدلوها بسرعة وظبطوا وضعها، واضغطوا في النص بصباعكم لحد ما تبرد، علشان هي بتبقى وهي سخنة سهل تتشكل على أي شكل غلط أو صح، فلازم نحطها على الوضع الصح علشان لما تبرد تتماسك على الوضع ده. وده كده الشكل المطلوب. عملت منها 2 كمان، يعني كل وردة بتحتاج ل3 من الشكل ده. أول حاجة علشان أكون القلب هقلب الوردة، وركزوا في النقطة دي علشان الطبقات اللي هتتحط بعد كده هتكون معدولة مش مقلوبة. وبعدين هبدأ من أي ورقة كده وأحط عليها نقطة شمع، وهلفها على بعض وهمسكها كده وأثبتها بإيدي لحد ما الشمع ينشف. وبعد كده من عند الورقة اللي قصادها بالظبط هحط عليها برضو نقطة شمع، وهضمها على الورقة الأولى اللي أنا عملتها. وأهم خطوة تمسكوها كويس لحد ما الشمع يبرد خالص ويتماسك. وبعدين ال3 اللي فاضلين في اليمين والشمال هضم الورقتين اللي في النص اللي قصاد بعض، هضمهم على قلب الوردة. بعدين هضم عليهم اي 2 قصاد بعض، واخر 2 كمان نفس الموضوع. وما تنسوش تمسكوها كويس علشان الشمع ما يفكش ويبقى الفينش شكله وحش، او مثلا ما يبقاش القلب مقفول كويس. وانتوا بتجمعوا الورقات حافظوا على ان القلب يفضل ظاهر، يعني احيانا بتحصل ان واحنا بنجمع الورقات اللي حوالين القلب الاولاني او اول ورقة عملناها، القلب بيفضل ينزل لتحت، ونجمع الورقات بمستوى اعلى منه فالشكل بيطلع مش مظبوط. هحط شمع بقى على الطبقة اللي بعد كده، هحط في النص بس وهلزق فيها القلب. وبعدين هبدأ احط شمع على ورقة واسيب ورقة، وارجع احط على ورقة تاني واسيب ورقة، وبعدين هضمهم كده على قلب الوردة. خلوني بقى اوريكم جزء بسيط من كومنتاتكم اللطيفة على الفيديو اللي فات، ولو حابين كومنتاتكم تظهر معايا الفيديو الجاي سيبولي رأيكم في الفيديو ده. وشكرا لكل الكلام الحلو اللي بتكتبوه. بصوا هنا لما بنستعجل ونسيب الورق قبل ما الشمع يتماسك بيفك تاني زي كده، وممكن كمان ما ناخدش بالنا فينشف على الوضع ده، والشمع طبعا هيبقى باين وهيبقى شكله مش حلو. فادوا لكل خطوة وقتها. بعدين هحط شمع على الورقات اللي انا كنت سايباها وهضمها على باقي الوردة. واخر حاجة بقى الطبقة الأخيرة هحط عليها شمع من النص بس، وهلزق كده عليها باقي الوردة، فهيطلع شكلها قمر كده. وكده تبقى الوردة خلصت، وممكن نسيبها كده أو نزين بيها أي حاجة، وممكن نكملها. جبت حتة صغيرة من الورق الأخضر مقاسها 3.5 في 6 علشان أعمل ورق الشجر أو ورق الوردة. تنيتها كده بالنص، وبعدين بدأت أقصها بداية من الزاوية اللي من تحت كده، وأخدت الجزء ده بدوران ووصلت لحد الزاوية دي، فهتطلع معايا ورقة شجر كده. بعدين جبت السلك ده اسمه سلك منشر رفيع، موجود عند محلات الحدايد والبويات وسعره رخيص جدا. ممكن تجيبه ب2 جنيه او بجنيه، هيديكوا حتة كده متر مثلا. فهنستخدمه علشان يبقى فرع للوردة كده. وممكن كمان تستخدموا سلك الرباط، اكيد عارفينه برضو من نفس المكان، بس هتلفوا كذا واحدة على بعض علشان يبقى تخين شوية. جبت حتة طويلة شوية علشان اثبتها كمان في الوردة. حطيت نقطة من الشمع كده علشان الموضوع
الموضوع يبقى ماسك نفسه اكتر. بعدين دخلت السلك في الفوم كده وكده يبقى تمام. حطيت بقى شمع على الوردة وثبت ورقتين من ورق الشجر اللي انا عملته بالشكل ده كده. بصوا قمر. وبعدين هنحتاج للزق ده، موجود عند الناس اللي بتبيع ورد، وموجود في العتبة، وموجود كمان في المكتبات اللي بتهتم بأدوات الأعمال الفنية. هبدأ ألفه كده بقى على السلك كله علشان أغطيه باللون الأخضر. عملت كده لحد ما وصلت تقريبا لنص الوردة، وبعدين جبت الورقة اللي أنا كنت مثبتاها في سلك بعد طبعا ما غطيته هو كمان بنفس الورق أو اللزق الأخضر. ظبطت مكان ورقة الشجر كده وحسيت إن هي هنا كده كويسة. ضميتها من تحت كده على السلك، وبعدين بدأت ألف عليهم هما الاتنين مع بعض اللزق الأخضر اللي معايا لحد ما خلصتها خالص، وبقى شكلها كده حقيقي قمر وسهلة وشكلها حلو جدا. عايزة أقول لكم بقى إن أنا اديت ورق الشجر كده تسخينة بسيطة على المكوى، بس بسيطة قوي علشان شكله ما يتغيرش، والنتيجة زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تعملوا منها عدد وتعملوها بوكيه أو تحطوها في فازة، وأبسط الأمور هاتوا أي برطمان وحطوا فيه شوية لولي وحطوا الوردة فيه، هيبقى شكله حلو جدا. ممكن كمان نستخدمها استخدام مختلف زي ما انا هعمل كده. حطيت على غطا البرطمان الوردة دي كده، عملتها من الفوم السادة، لزقتها كويس بالشمع كده في الغطا. هاتوا بقى اي سبراي زي ده كده من محلات الحدايد والبويات، متوفر وسعره مش غالي، في منه الوان كتير. انا استخدمت اللون السيلفر ورشيتها كده بيه، وبرضه طلع شكله قمر جدا. ممكن بقى نحتفظ في البرطمان كده باي حاجة، هيبقى ديكور حلو. وممكن كمان نحط فيه شوكولاتات كده ونقدمه هدية. الفكرة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. اتمنى تكون عجبتكم، ومستنية تطبيقاتكم للفكرة دي. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. ولو نفذتوا الفكرة دي ابعتوها لي على انستجرام او فيسبوك اللي ظهروا قدامكم على الشاشة.